قبل ما نبداو ما تنساوش ديروا جيم الفيديو وتشتركوا في القناه ديال متمدرس باش ديما يوصلكم جديد اخبار التعليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بمتتبعي قناة متمدرس في هذا الفيديو الجديد. فكنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وعلى احسن الاحوال وبصحة جيدة. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. ففي هذا الفيديو غنشوف واحد البلاغ توضيحي من وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة. كما كتشوفوا معايا هذا البلاغ هذا بخصوص إحالة أستاذ مكلف بلجنة التصحيح. هذا الأستاذ هذا شنو دار؟ يعني قام بنشر لائحة نقط امتحان مادة الفيزياء على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى بعض المواقع الالكترونيه، وتمت احاله هذا الاستاذ هذا على المجلس التاديبي، ويعني غادي تاخذ في حقه الاجراءات القانونيه اللي غتاخذ في حقه، لان هذا الاستاذ هذا نشر لائحه ديال النقط ديال الامتحان ماده الفيزياء اللي تنشرات وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. ويعني وزاره التربيه الوطنيه والتعليم الاولي والرياضه يعني قامت باحاله هذا الاستاذ على المجلس التاديبي، وغتاخذ في حقه يعني الاجراءات. وهذا الشيء قال لك راجع انه اتخذت جميع الاجراءات الاداريه اللازمه في الموضوع، وبخصوص هذه العمليه المتعلقه بافشاء السر، يعني هذا السر المهني، وذلك وفقا للمساطر المعمول بها في هذا الشأن. قال لك وايضا اذ تتقدم الاكاديميه هذه التوضيحات فانها تؤكد حرصها على اتخاذ جميع الاجراءات والتدابير اللازمه لتامين جميع العمليات الخاصه بالامتحانات البكالوريا. يعني هذا الشيء اللي كيديروا بعض الاساتذه فراه القانون تيعاقب عليه، يعني ما خصش النقاط يتم التسريب ديالها او نشر بعض اللوائح على مواقع التواصل الاجتماعي حتى يشوفوا التلاميذ النتائج ديالهم في يوم 19 يونيو. فهذا الشيء اللي كاين اصدقائي التلاميذ، حاولوا تبارطاجيو هذا الفيديو باش